عارف ايه اكبر مشكلة في الشرق الاوسط كله؟ ان اغلبنا حافظ مش فاهم. يعني من كل 100 واحد بيروح الجيم هتلاقي 5 بس اللي فاهمين هما بيعملوا ايه. وانا هنا مش بتكلم على الحجم العضلي، لا، انت حتى لو بتلعب غلط وبتكفي نص احتياجك من البروتين هتبني عضل عادي. الموضوع اللي انا عايز اتكلم فيه هو ان اغلب الناس حافظة شكل التمارين ومش فاهمة هي بتستهدف اي عضلة بالظبط. وعادي ده يجيب معاك نتيجة في الاول، بس بعد فترة وزنك هيثبت وهتلاقي نفسك مش بتتطور تاني. وعشان كده جات لي فكرة فيديو النهارده، التشريح العضلي. ناس كتير بتسمع الكلمة دي ومش بتهتم بيها، بس خليني اقول لك ان التشريح العضلي ده الف ب جيم. لما تبقى فاهم العضلة متقسمة ازاي وفيها كام راس، ووضعية ايدك وجسمك في التمرين بتستهدف اي راس بالظبط، ساعتها مش بس جسمك هيتغير، لا كمان جودة تمرينك هتتغير وهتتطور. في الفيديو ده هنمشي خطوة بخطوة. هنبدأ من الجزء الامامي ونفصص كل عضلة، هنعرف اسم كل عضلة وهنعرف عندنا كام راس في كل عضلة. بعد كده هنروح للجزء الخلفي ونفهم الظهر برضه بيتقسم ازاي. واللي لازم تفهمه ان الموضوع مش رفاهية ولا معلومات زيادة، ده اللي هيخلي تمرينك اذكى ونتيجتك اسرع وهيبعدك عن الاصابات. فركز معايا بقى يا دبابة. هنبدأ اول حاجة باسماء العضلات كلها بشكل عام. عندنا في الجزء الامامي 6 عضلات رئيسية: عضلة الصدر، عضلة الكتف، عضلة البايسبس، عضلة الترايسبس والساعد، وعضلات البطن. ده بالنسبة للجزء الأمامي. تعال بقى نشوف الجزء الخلفي، الظهر. عندنا 4 عضلات رئيسية: عضلة الترباس، عضلة الماجنس، الرومبويدز، والقطنية أسفل الظهر. دي الخريطة العامة لعضلات جسمك العلوية. تعال بقى نخش على عضلة بالتفصيل. تعالوا نبدأ بعضلة الصدر. أي شخص عادي مش بيتمرن هيكون واخد فكرة إن عضلة الصدر عضلة واحدة كاملة، إنما إحنا كلاعيبة كمال أجسام بنقسم الصدر ل3 رؤوس عشان نعرف نستهدف عضلة الصدر بشكل كامل: جزء العلوي، جزء الأوسط، جزء السفلي. فإحنا عندنا 3 رؤوس بالنسبة لعضلة الصدر. تعال ندخل على الكتف ونعرف تقسيمة الكتف بشكل مبسط. عندنا الكتف متقسم برضه ل3 رؤوس: جزء أمامي، جزء جانبي، وجزء خلفي. ندخل على عضلة البايسبس. عضلة البايسبس اسمها جاي من اللاتيني باي معناها 2، سبس معناها رأس، فكلمة بايسبس معناها ذات الرأسين. وده لأن العضلة دي ليها رأسين: الرأس الطويل لونج هيد، الرأس القصير شورت هيد. فأنا كل اللي عايزك تعرفه إن عضلة الباي متكونة من رأسين مش عضلة واحدة. وبالنسبة للعضلة البراكياليس هي مش تبع البايسبس بس بتشترك معاها في التمرين، موجودة بين الباي والتراي. العضلة دي ناس كتير مش بتهتم بيها، مع ان دي اكتر عضله بتفرق معاك جدا في عرض دراعك. ندخل على الترايسبس. نفس الكلام، سميت ترايسبس لانها تحتوي على 3 رؤوس: تراي يعني 3، وقلنا سبس يعني رؤوس، فكلمه ترايسبس معناها ذات ال3 رؤوس: الراس الطويله، الراس الجانبيه، والراس الداخليه. بالنسبه للساعد، الساعد فيه مجموعه عضلات كتير بس اهمهم عضلات الثني وعضلات البسط وعضله البراكيولادياليس، وده جزء صغير جدا بالنسبه لعدد العضلات اللي في الساعد. احنا بس بنشرح اللي هنعرف نركز عليه في التمرين. نيجي لعضلات البطن. عضلات البطن متقسمة ليه؟ الجزء العلوي والجزء السفلي وعضلات الجانبية. نيجي بقى للجزء الخلفي، نبدأ بالترابيس. عضلة التربيس بنقسمها ل3 أجزاء: الترابيس العلوية، الترابيس الوسطى، الترابيس السفلية. عضلة اللاتس أو الماجنوس، ودي أكبر عضلة في الظهر، مسؤول عن شكل الفي اللي بيدي شكل جمالي للظهر. عضلة الرومبويدز موجودة بين لوح الكتف، وهي مش عضلة سطحية يعني مش هتقدر تشوفها بعينيك، موجودة تحت الترابيس السفلية، ودي عضلة مهمة جدا. لما تركز عليها بشكل صحيح هتفرق معاك جدا في سمك الظهر. هنشرحها بالتفصيل في فيديو الظهر بإذن الله. آخر عضلة في الظهر بأهمهم طبعا عضلة القطنية، ودي من أهم العضلات اللي ماسكة ظهرك، وهي اللي بتفرق بين شخص ظهره مفرود وشخص تاني ظهره متني. عشان كده لازم نركز عليها وما ننساهاش. كده يا وحوش احنا خدنا فكرة بسيطة عن كل عضلة، عرفنا اسم كل عضلة في الجسم، وشوفنا كل عضلة فيها كام رأس. في الفيديوهات الجاية إن شاء الله هنعمل سلسلة كاملة هنمشي فيها على كل عضلة لوحدها ونفصصها بالتفصيل عشان محدش يتفزلك عليك ويعمل نفسه فاهم عليك يا وحش. وهنشوف ازاي تستهدف كل رأس من الرؤوس دي بالأجهزة اللي في الجيم أو حتى بالتمارين اللي تقدر تعملها في البيت. واكتبوا لي تحت في الكومنتس عايزين نبدأ بتشريح أي عضلة الأول، وأكتر تعليق هيجيب لايكات هنعمل الفيديو الجاي عليه. وفي النهاية ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد يا دبابة. سابر.